في الفيديو ده احنا هنروح 2 سوبر ماركت. اول واحد وهو من اشهر محلات الجمله في امريكا وهو كوسكو، وقصاده هنروح سوبر ماركت عادي جدا زي الوول مارت اللي كلنا عارفينه، ونشوف فرق السعر من اشهر منتجات هنا ومن اشهر منتجات هنا. انا اصلا الفكره جت في دماغي بس كنت رايح اعملها لوحدي، اللي هو بس باخد نظره وكده، فقلت ايه اصور فيديو يبقى الموضوع برده مفيد، وفي نفس الوقت برده لما ببقى بعمل فيديو مثلا هياخد مني وقت في السكريبت والتصوير والكلام ده كله، ببقى عايز برده ابقى اكتف على القناه، فبصور فيديو في نفس الوقت يكون مفيد ومش هيكلفني كتير ومش هياخد وقت في التصوير. والله انا ما فلستش محتوى او اي حاجه، انا عارف اليومين دول اي حد في امريكا يروح مصور في السوبر ماركت وينزل والاسعار والكلام ده كله، ولكن زي ما فهمتك الفكره ان انا ببقى بصور فيديو تاني فهياخد مني وقت، وعايز برضه ابقى اكتف والناس تشوفني ونتفاعل مع بعض والكلام ده كله. قبل ما نخش بالانترو خلينا ناخد احسن كومنت من الفيديو اللي فات هيظهر قدامكم من حمدي زكي. اللي خلاني اختار الكومنت ده علم المغرب اللي هو حاطه، لان بجد دوله المغرب والناس بتوع المغرب على راسي من فوق. اول صاحب ليا اتعرفت عليه هنا في امريكا كان من المغرب اسمه امين، فبقول له يا عم حمدي شكرا جزيلا على الكومنت. الانترو بقى، الانترو يلا بينا. اول مكان جيت عليه وهو الوول مارت، واحنا في الوول مارت هندور على 5 منتجات، هو لحمه، فراخ، سمك، بيض، لبن، الاساسيات. هنشوف ال5 منتجات سعرهم ايه كام في الوول مارت الطبيعي، وبعدين نروح على كوسكو اللي هو محل الجمله نشوف برضو نفس 5 منتجات سعرهم كام هناك، ونقارن نشوف هل هم نفس الحاجه ولا في اختلاف في السعر. فايه تعالوا نشوف، يلا بينا. الناس ما عملتش لايك ليه؟ ممكن تحطوا لنا 300 لايك دلوقتي على البث؟ الناس ما عملتش لايك اللي قاعدين ليه؟ الناس تشرب ايه يعني؟ ابعت اجيب لكم حلبة حصى مثلا؟ هنشوف اللبن بقى والبيض. انا شايف اللبن هناك اهو، اللبن ايوه الاحمر ده هو البيزك. هنشوف سعره كام، ده سعره كام. ده الكبير ده المنظر ده عامل $2.96، يعني نقول مثلا $3 لل1 جالون. تعالوا بقى نشوف البيض كمان. البيض المفروض يبقى جنب اللبن دايما يعني. فين البيض؟ ايوه البيض هنا اهو. عايزين البيض الابيض الطبيعي ده. فيه كام بيضه؟ في لارج وايت ايج في 60 بيضه. البوكس ده حقه كام؟ $12. ال 60 بيضه كرتونه 60 بيضه ابيض عامل $12. تمام، احنا كده شفنا اللبن وشفنا البيض. تعال نشوف كده الاحمر منه، ولا خلينا في الابيض احسن. في برضه ال 18 ابيض اهو، ده 18 بيضه ابيض عاملين برضه $3.72، يعني ال 18 $3.72، وال 60 بيضه من الكبار عاملين $12.17. اللي بعده يلا بينا على اللحوم والفراخ ثم الاسماك. هتسالني انا كعمر هستفاد ايه من الموضوع ده؟ ان انا اعرف هل في فرق ولا لا؟ ما اعرفش، مش هستفاد حاجه، بس باب فضول من عندي وانا بره الفيديو بعيد عن اي حاجه. انا اصلا كنت عايز اعرف من نفسي، فبدل ما اروح لوحدي قلت ايه اخدكم معايا ونعرف سوا. ايوه الجراوند بيف اهي. تعالوا نشوف. عايز طبق لحمه بيزك طبيعي، ايوه اللي هو اللحمه بتاعتنا اللي احنا هناكلها. ايوه ايه ده؟ تشاك راست. لا دي بعضمها دي لحمه. شايفين الحته دي؟ عايزين نشوف الميزان قد ايه. بس انا عايز البيزكس. بصوا خلينا نشوف اللحمه الحمراء احسن. حته اللحمه الحمراء دي عامله $14، وزنها 2 LB و30 2.24. ده الوزن بتاعها عامل $14.34. طب دي اللحمه، عايزين نشوف الجراوند بيف اللي هي اللحمه المفرومه. دي برضو عامله كام؟ دي 23 جرام. ده 4.5 LB عامله 23. 4.5 LB دي يعني حوالي 23، لا مش 23 جرام، ده 23 جرام بروتين بير سيرفينج، فيها 23 جرام لكل حته هتاكلها يعني. بس احنا عايزين نشوف بالوزن بالكيلو يعني. 4.5 LB معرفش هتطلع بكام بالكيلو، بص هبقى اعملها في المونتاج يعني. تعالوا نشوف الفراخ بقى بالمره. الفراخ. اما بالنسبه للفراخ تعالوا نشوف. انا عايز فرخه كامله حقها كام؟ ايوه حاجه زي كده. زي ما انتم شايفين دي فرخه كامله عامله $6.23، ووزنها 4.72 LB اللي هو بالباوند. بالكيلو يظهر قدامكم برضو بكام؟ ب $6.23. طبق الدبابيس برضو ده شددني. في كام دبوس ده؟ هو ب $4.76. في بتاع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في 12 دبوس ب $4.76. والله حلو ده برضو، بس يا ترى كوسكو هيبقى نفس السعر ولا لا؟ هنشوف. كده احنا شفنا الفراخ واللحمه. تعالوا نشوف اخر حاجه وهي السمك. حته السلمون اللي انتم شايفينها دي وزنها باوند و44، يعني كان بالكيلو يظهر قدامكم حقها $15. السلمون ده بيبقى مليان بروتين. تاني عايزين السمك البلطي بتاعنا فين؟ ايوه ده السمك البلطي المتشفي. اما بالنسبه للسمك البلطي فده سمك بلطي ما فيهوش لا جلد ولا عظم، متشفي وجاهز اوريدي.
الوزن بتاعه كيلو 81، يعني كيلو 800 زي ما بيقولوا. 4 ال بي ده عامل $16. ما اعتقدش بقى فيه كام واحد، الله اعلم، يعني مش قايلين فيه كام واحده، ولكن بالعدد يعني كيلو شويه. يعني زي ما انتوا اكيد بقى هتعرفوا كام واحده، ما اعرفش. هي مثلا فيها بتاع 1 2 3 4 في كل كيس، انت بتتكلم في 12 ل 16 قطعه يعني. في الكيس ده ب $16. تعالوا برضو اخر حاجه نشوفها، وهو الجمبري الجامبو. الجمبري الجامبو اللي انتوا شايفينه ده، الكيس ده فيه كام؟ الجمبري الجامبو ده فيه من 42 ل 50 جمبريايه. الوزن بتاعه فين الوزن؟ الوزن بتاعه 2 ال بي عامل $13. فانت بتتكلم ال 50 جمبريه عاملين $13. تمام. بس احنا كده شفنا اللبن، البيض، اللحمه، الفراخ، السمك هنا في مارت السوبر ماركت الطبيعي. تعالى بقى نروح كوسكو اللي هو من اشهر محلات الجمله في امريكا، ونشوف هل السعر هيبقى هو ولا في فرق ولا ايه الدنيا. انا الفضول واكلني والله، تعالوا نروح نشوف، يلا بينا. تمام، لسه واصل كوسكو، المحل اللي احنا ورايا اللي احنا هنخش ونشوف الدنيا جوه. تمام، قبل ما نخش كوسكو خليني اقول لكم هو ايه ده سوبر ماركت زي السوبر ماركت، ولكن بجمله وباشتراك سنوي. محل جمله وباشتراك سنوي، زي الكارت اللي معايا ده بيبقى حدوده سنويا اعتقد $60، وده بيديك انك تخش السوبر ماركت ده وتشتري حاجات زي السوبر ماركت، ولكن الحاجه جوه بكميات اكبر، بسعر الجمله وبكميات اكبر. طبعا انا داخل جوه عشان بس اقارن المنتجات اللي احنا شفناها في مارت، اقارنها هنا واشوف هل في فرق سعر، عشان انا عايز اعرف اساسا هيبقى في فرق سعر ولا لا. بس لو عايز نعمل فيديو لوحده عن كوسكو عرفني في الكومنتات تحت، باذن الله نعمل فيديو كامل نخش بقى جوه ونشوف ايه الدنيا بتاعته، ونشوف الاسعار بتاعت الحاجه كلها جوه والكلام ده كله. خلينا بقى بطل رغي ونخش نقارن المنتجات اللي احنا شفناها هناك. يلا بينا. تمام، دلوقتي احنا لسه داخلين كوسكو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا مش هنتخر، احنا داخلين لحاجات معينه هندور عليها، هنشوف حقها كام وخلاص، مش هنقعد نلفلف ولا ندور ولا الكلام ده كله. فايه، هنخش جوه ونشوف الدنيا. طبعا زي ما انتم شايفين شكله مصمم ان هو حاجات جمله، يعني ما فيهوش سوبر ماركت، مش شكل السوبر ماركت الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. زي ما انتم شايفين ده المنظر بتاعه، طبعا كبير جدا، ولكن احنا داخلين لحاجات معينه، مش داخلين نلفلف يعني. انا شايف الميت هناك بس احنا نشوف البيض واللبن الاول. تعالوا يلا بينا. والله اللي عاجبني في كوسكو ان هم حاطين كل حاجه جنب بعض، حاطين اللبن والحاجات هناك وحاطين اللحمه، وحاطين السي فود اللي احنا برضه عايزينه، وحاطين الفراخ، فكل حاجه احنا عايزينها مرصوصه جنب بعض، فدي اسهل ليا. تمام، خلينا اول حاجه نخش نشوف اللبن والبيض زي ما عملنا هناك، ولكن الفرق هنا في الكوسكو ان حرفيا انت بتخش جوه الثلاجه، يعني انت بتمشي جوه الثلاجه، مجرد ما تعدي الباب ده جوه هنا في ثلاجه، الجو بيتغير بيبقى ساقعه ثلج. فانا ما بحبش الساعه، فبالنسبه لي دي مش حاجه مفضله ليا، ولكن اللي بيحب الساعه بقى بيخش. يعني بص، مجرد ما اخش لفحه هوا بتديك واحده، يعني يا لهوي على الجو. المهم تعالى نشوف. احنا اول حاجه عايزين نشوف اللبن. احنا شفنا هناك 1 جالون، تعالى نشوف هنا ال1 جالون بكام. انا شايف نفس اللي هناك اهو، ال1 جالون ب $3.50 ال1 جالون اللبن زي ما انتم شايفين. اعتقد بتاع اول مره ارخص، احنا هنقارن في الاخر، ولكن اللبن اهو اللي انتم شايفينه ب $3.50. طبعا في انواع كتير من اللبن، ولكن احنا هنروح نفس اللبن اللي احنا شفناه في الوالمارت. في البيض هنا برضه اهو، دي كام بيضه؟ احنا شفنا هناك 60 بيضه، هنا دول كام؟ الكرتونه دي فيها كام؟ الكرتونه دي فيها 50 بيضه اعتقد. 50 لا ما فيهاش 50. تعالوا نشوف. بصوا، هو هنا في موضوع البيض اللي ب 24 بيضه اللي انتم شايفينهم بالشكل ده عاملين $5.39. احنا هناك شفنا ال 18، ولكن ما اعتقدش هنا ان في 18. في 18 اهو، في 18 اهو. ده بكام بقى؟ جريد ايه، تمام. السعر بتاعها هناك اهو، لارج اكس 18 عاملين $4 بالظبط. فاعتقد هنا اغلى، بس اعتقد هنا كواليتي احسن. والله هنقارن في الاخر، ولكن زي ما شفنا اهو دول عامله $4 بالنسبه لل 18 بيضه. بص انا متكتك حرفيا جوه الثلاجه دي، ولكن موضوع البيض ده بجد عمل لي ايرور في دماغي كده، حسيت حاجه مش فاهمها. بس هنقارن، يلا خلينا نكمل، يلا بينا. تمام، خلينا نخش بعديها على اللحمه. تعالوا برضه نقارن اللحمه هنا باللحمه هناك ونشوف ايه الدنيا وايه الكلام. ايوه احنا عايزين اللحمه، احنا جبنا هناك اللحمه اللي هي الحتت اللي شبه، ايوه اللي هي دي، احنا جبنا حاجه زي كده، بس احنا هنركز في الموضوع على اليونت برايس. ايوه اليونت برايس اللي هو الحجم، السعر بالنسبه لل1 ال بي، يعني حاجه زي كده. يقول لك اليونت برايس بتاعها 5.49، واليونت برايس بتاعها بتاع الطبق اللي انتم شايفينه ده عامل $20.31. والله سعر مناسب بالنسبه لحته كبيره. طبعا في حته تانية، ولكن دي احنا بس هنشوفها مش هنقارن بيها. الحته دي كبيره زي ما انتم شايفين، عامله $26 الحتتين دول. برضه تعالوا نشوف اللحمه المفرومه زي ما شفناها هناك. اللحمه المفرومه برضه كوسكو حاطط كميات، شايفين الطبق مفيش كميات صغيره، هي كلها كميات كبيره. دي حاجات طبعا بتبقى معلبه، ولكن انا قصدي على اللحمه الفريش، اللحمه الطبيعيه.
فتحسها كبيره. المهم اليونت برايس بتاع اللحمه المفرومه هو 4 دولار لكل ال بي، يعني الكيلو الباوند ب 4 دولار. وده الطبق اللي انتم شايفينه ده المجعلص ده كبير قوي الصراحه، عامل 30 دولار او 29.25. سعر مناسب برضه. احنا هنقارن في الاخر. تمام، نخش بعديها على الفراخ، ولكن عشان هو محل جمله زي ما قلت لكم فبيبيع بالكميات، فما فيش حاجه اسمها فرخه لوحدها، هما الفرختين مع بعض حجم. ولكن زي ما انتم شايفين احنا هنركز بس على البرايس بير يونت. هنا عامل 3 دولار لكل ال بي، والفرختين دول زي ما انتم شايفين الحجم ده عامل 23 دولار بوينت 50 سنت، ودول كام باوند؟ 7.86 باوند، يعني 8 باوند. الفرختين دول عاملين سعر 23.50. طبعا ما عندهمش هنا الدبابيس اللي انا عايز اقارن بينها بتاعت وول مارت، ولكن وانا لاحظت حاجه بس هقولها في الاخر يعني ما نقعد نتكلم مع بعضينا، ولكن انا مش شايف دبابيس لوحديها للاسف. نخش بعديها على السي فود. فاكرين حته السلمون اللي شفناها في وول مارت؟ تعالوا نشوف هنا برضو السلمون عامل كام. طبعا مثلا نمسك حته زي دي، حته زي دي النت ويت بتاعها باوند و58 عامله 15 دولار، واليونت برايس بتاعها 10 دولار. الحته دي والله شبه الحته اللي احنا شفناها هناك، ولكن اليونت برايس اهم حاجه او الحجم بتاع الحته اللي احنا شايفينها دي هو باوند 58 والسعر 15 دولار. بس هنا تحسها فريش اكتر، معرفش ليه. اما بالنسبه للسمك البلطي هنا، فالسمك البلطي طبعا هم مش كاتبين كام حته عشان ما اكذبش عليكم، ولكن هو هنا ده 4 باوند زي ما احنا شايفين 3.19، يعني نقول 4 عامل 23 دولار، واليونت برايس بتاعها 6 دولار لكل باوند. ولكن دي مليانه فيها حبه حلوين يعني، بس ما شاء الله حاجات تفتح النفس. انا جوعت والله العظيم. طبعا انا مش عارف ايه ده، ثواني هو ايه ده؟ دي رجول فراخ، لا مش رجول فراخ، رجول فراخ ايه؟ رجول الجولدن كينج كراب. الكراب ده اللي هو السلطعون او ما اعرفش عشان ما اكذبش عليكم. وده ايه ده؟ بلح البحر ده ولا ايه؟ ده جمبري بس مش اللي احنا عايزينه. هو جمبري شكله عامل كده يعني، انا خفت. ودي ايه دي؟ كوارع دي ولا ايه دي؟ لا دي مش كوارع، دي لوبستر. اللي هو اسمه لوبستر، انا ما اعرفش بالعربي، مش عشان انا يعني جابت في الانجليزي، ولكن انا ما اعرفش اصلا ايه اللوبستر بالعربي عشان ما كنتش باكله فمش هعرف اقوله لك يعني. ولكن ده الجمبري اعتقد اللي احنا شايفينه. تعالى برضه ناخد فكره. ده الجامبو اعتقد اللي انا شايفه كبير. طبق الجمبري ده عامل 2.4، الوزن بتاعه 2 باوند و 2.4 باوند، واليونت برايس بتاعه 11 دولار لكل باوند. والطبق اللي احنا شايفينه ده سعره كامل 26 دولار بوينت 38. والله سعر مناسب. وبعدين الجمبري هنا بس ما شاء الله يعني مش مجمد كمان، فريش، ولكن حلو والله حلو. حرفيا يا جماعه المكان كبير جدا جدا بطريقه رهيبه يعني. انا اصلا يعني انا خلاص خلصت، شفنا 5 حاجات ولكن مش لاقي المخرج يعني. انا عمال ادور على المخرج مش لاقيه. فالمكان كبير جدا جدا، وما توقعتش انه يبقى كبير لان انا اصلا مش من محبين اللف في السوبر ماركتات، ولكن المكان فعلا يستحق الضجه اللي عليه. وانا بشوف ناس كتير قوي عاملين عليه فيديوهات برضو والكلام ده كله. فممكن نبقى نيجي هنا نعمل فيديو باذن الله لو لقيت ناس حابه ان هي تشوف او حابه انها تعمل حاجه زي كده. وانتوا عارفين النوعيه دي مش من نوع الفيديو اللي انا بعملها، ولكن انا مثلا لو انا بصور حاجه مهمه في حته معينه وهتاخد مني وقت، فببقى عايز برضه ابقى اكتف مع الناس. فحاجه زي كده ما بتاخدش مني وقت طويل ان انا اخش الف في السوبر ماركت. ده اسهل محتوى ممكن تعمله واسهل حاجه انت ممكن تعملها. فلو حابب الموضوع ابقى برضه فيديو، لو انا بعمل فيديو مهم او ان يكن في النص كده اروح ايه حاطط الفيديو ده كده ايه كتسالي يعني. فعرفني تحت في الكومنت ناو. واخيرا خلصنا الجوله بتاعتنا. رحنا لول مارت ورحنا كوسكو وشفنا الاثنين. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه، انتوا اكيد خدتوا بالكم من فرق الكواليتي او الجوده بين المكانين. كوسكو صراحه ربنا اعلى في كل حاجه، في جوده الحاجه اللي انت شايفها قدامك، في جوده الاكل، في جوده المكان، في كل حاجه. ولكن انا عايز افهم، هل كوسكو الجوده كويسه وكمان السعر مناسب، ولا وول مارت الجوده بتاعته قليله شويه ولكن السعر بتاعه هادي تحت ورخيص؟ فده السبب اصلا اللي انا عايز افهم عشانه الفرق بين استراتيجيه الماركت ده او المكان ده والمكان ده. فتعالوا نحسبها سوا. اول حاجه شفناها في ال5 حاجات في الوول مارت والكوسكو كانت اللبن، وال1 جالون في الوول مارت كان حقه 2 دولار 96 سنت. اما بالنسبه للكوسكو فنفس ال1 جالون اللي احنا شفناه كان عامل 3.48 باوند. فطبعا باين ان كوسكو اعلى بمعدل بتاع نص دولار حاجه زي كده. ولكن هنا انا افضل وول مارت احسن، لان اللبن هنا هو اللبن هنا، مفيش فرق ومفيش حتى فرق في اي حاجه. فاللبن بالنسبه لي بتاع وول مارت ارخص ومفيش فرق كبير، فاللبن في وول مارت يكسب عن كوسكو. نخش على تاني حاجه وهي كانت البيض. واحنا شفنا في وول مارت ال 60 بيضه وقصادها كوسكو 24 بيضه، فاحنا هنقارن ال 18 هنا بال 18 هنا لان ده الرقم اللي احنا لقيناه زي بعض في المكانين. بالنسبه لبيض وول مارت فال 18 بيضه كانوا عاملين 3.72
اما بالنسبه للكوسكو برضو نفس ال 18 بيضه كانوا عاملين 3.99. ولكن بالنسبه لي انا هفضل بيض كوسكو عن بيض والمارت، لان بيض كوسكو جودته احسن وشايف البضايع اكبر سنه بسيطه من بتاعه والمارت، ففرق بتاع حاجه و20 سنت، فمش فرق كبير. فانا افضل ان انا اجيب البيض من كوسكو لان فعلا ثمنه فيه وحجم البيضه كويس وكمان الكواليتي بتاعتها احسن وافضل. فكوسكو في البيض يكسب. نخش بقى على التقيل، واول حاجه في التقيل معانا كانت اللحمه العاديه مش اللحمه المفرومه. واللحمه العاديه احنا هنشوف السعر بالنسبه لواحد باوند، طبعا كأن زي الفعل الكيلو بكام، كيلو اللحمه بكام، ولكن قصاده هنا هيبقى الباوند اللحمه بكام. بالنسبه للوالمارت الباوند كان عامل 6.44 6.44 سنت. اما بالنسبه لكوسكو كان عامل 5.49 اللي هو $5.49 سنت. بالنسبه للحته اللي شفناها في الوالمارت اللي كانت عامله 2 باوند 2 حاجه 24 حاجه زي كده، كان حسابها عامل $14.44 سنت، يعني 14.5 دولار. اما بالنسبه للحته اللي احنا شفناها في كوسكو كانت اكبر، كانت عامله 3 باوند 70 يعني 3.70 باوند، كانت عامله في حدود $20.31. فلو شفت الفرق هتلاقي في فرق 6 دولار، ولكن في فرق هنا باوند زياده او باوند شويه، وكمان فرق كواليتي اللحمه بتاعت كوسكو احسن مليار مره من بتاعت الوالمارت. حتى انت لما تمسكها وتشوفها فريش اكتر، مقطوعه بشكل احسن، متغلف بشكل احسن. فكل ده تخلي كوسكو حتى لو غاليه سنه وهي مش غاليه، يعتبر نفس السعر ولكن اكبر في الحجم، وكمان في اختلاف في انواع اللحمه. يعني اللحمه كانت في والمارت كانت نوع معرفش اسمه لندن معرفش ايه، وهنا كان لحمه ففي اجزاء في العجل، انا طبعا مش خبير في الموضوع ده، فالاجزاء دي بتختلف سعرها من حته لحته. ولكن انا بالنسبه لي افضل اللحمه تبقى من كوسكو لان انا شايفها احسن وافضل. ولكن احنا اصلا معظم لحمتنا ما بنجيبهاش اصلا من الاماكن دي، بنجيبها من الاماكن الحلال بتاعتنا. ولكن انت لو ساعات بنجيب من هنا بتجيبها، انا افضل كوسكو عن والمارت لان لحمه والمارت شكلها مش افضل من بتاعه كوسكو. نخش بعديها على اللحمه المفرومه هنا وهنا. وموضوع اللحمه بين المكانين فعلا جنني، انا الشمس راشقه في عيني بطريقه. ثواني يا جدعان، ايوه وكده الشمس احسن ولا ايه رايكم؟ احنا كده احسن، خلينا ايه في الضله بعيد عن الشمس بدل ما هي هاريه عيني. المهم الحته اللي احنا شفناها في والمارت اللحمه كانت عامله 4.5 ال بي، كانت عامله 4.5 باوند. الحته الكبيره اللي احنا شفناها دي كان سعرها في حدود $23.46 يعني 23 دولار ونص الحته اللي احنا شفناها دي. اما في كوسكو الحته الكبيره اللي احنا شفناها دي كانت عامله بتاع 7 باوند ونص، يعني ضعف او قريب لضعف الحجم اللي كان في والمارت، والسعر كان 29 دولار حاجه زي كده. ففرق السعر قليل وفرق الحجم كبير وكواليتي اللحمه احسن. فكوسكو برضو في اللحمه المفرومه بجد حاجه ممتازه. مش عارف ليه حاسس ان انا قلبت على قنوات الستات اللي بتبقى على اليوتيوب، اللي هو النهارده طلعت على السوبر ماركت ورحت جبت 2 كيلو لحمه والكلام ده كله. ولكن اعذروني يا جماعه والله العظيم، عايز ابقى اكتف وعايز انزل كده برضو، يعني ما بحبش اكتر يعدي 3 4 ايام الا لما انزل فيديو عشان ابقى دايما متفاعل سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. فاللي ما بيحبش نوعيه الفيديوهات دي وشايفني حاسسني كده غريب في الموضوع ده، معلش انا برضي ذاتي من جوه وبرضي متابعيني اللي على القناه بحيث ان انا بقى اكتف على طول. المهم نخش على اللي بعده وهي الفراخ. وبالنسبه للفراخ بتاعت والمارت فاحنا شفنا فرخه واحده بس. كيلو الفراخ او الباوند بتاع الفراخ اللي هو البرايس بال بي كان $1.32 سنت، يعني كيلو الفراخ كان عامل $1.32 سنت في والمارت، مش كيلو طبعا هيبقى الباوند قصاد. والفرخه اللي احنا شفناها دي كان حجمها 4.72 باوند، يعني 4.5 او 4 3/4 باوند، وكان حقها $6.23 سنت حاجه زي كده، مش فاكر الرقم. ولكن الفرخه اللي احنا شفناها دي كانت حقها $6. اما بالنسبه لكوسكو فكان الباوند الواحد ب $3 2.99. والفرختين اللي احنا شفناهم دول عشان ما كانش فيه الا فرختين كانوا عاملين في حدود 8 باوند حاجه زي كده، وكان السعر $23. فالسعر طبعا في فرق سعر رهيب، ولكن اكيد طبعا هيبقى في فرق جوده اعتقد، لان كان هناك يونج تشيكن كده وفريش وشكلها لطيف، او انا اللي بهبل الله اعلم. ولكن والمارت تكسب في الفراخ لان السعر رخيص جدا والسعر في متناول اي حد يقدر يجيبه، وكمان شكل الفرخه كان لطيف في والمارت، كانت معلبه بشكل جميل. فبالنسبه لي فراخ والمارت تكسب عن فراخ كوسكو. طبعا احنا شفنا الدبابيس في والمارت ولكن ما كانتش موجوده في كوسكو، فايه انت خدها كده ما بالعلم بالشيء. حوار الدبابيس اللي احنا شفناه في والمارت ده ايه انت فاهم الدنيا. خش بقى على اخر حاجه وهي السي فود اللي احنا شفناه ده، اللي هو الجمبري والبولتي والسلمون. بالنسبه للسلمون فالاثنين كانوا قد بعض بالظبط سبحان الله. بتاعت والمارت كانت عامله باوند 1.44 وبتاعت كوسكو كانت عامله 1.58، فما كانش في فرق اصلا في الحجم. وبالنسبه للسعر برده ما كانش في فرق، لان بتاعت الوالمارت كانت عامله $15.9 سنت، ولكن بتاعت كوسكو كانت عامله $15.78 سنت. ففي فرق سنتات، ومقارنه كمان بفرق الحجم البسيط اللي كان بينهم، فيعتبر ايكوال في الاثنين. فعايز تجيبها من والمارت هاتها، عايز تجيبها من كوسكو هاتها. وانا كده اكتشفت ان السمك بالنسبه للسلمون مفيش فرق في السعر كبير، وده اللي اصلا انا كنت عايز اعرفه من الاول. نفس الشيء برده بالنسبه للسمك البولتي هنا وهنا، شفناه في والمارت كان عامل في حدود 4. الكيس اللي احنا شفناه ده كان عامل 4 باوند وكان سعره بتاع $16.38 حاجه زي كده. ولكن في كوسكو مع انه نفس الحجم بتاع الوالمارت ولكن كان عامل $23
$2 يعني فرق بتتكلم في بتاع $5 $6. ولكن برضه حط في الاعتبار ان سمك اللي كان في كوسكو كان فريش ما كانش مجمد، ولكن بتاع وول مارت مجمد، فهنا في فرق. فلو انت عايز حاجه فريش اطلع على كوسكو، وده بالنسبه لي ان انا اكتشفته، ولو عايز حاجه مجمده تطلع على وول مارت هتوفر في السعر. فلما تبقى ايه مش معكش فلوس وكده تطلع على وول مارت تجيب المجمد، معاك فلوس والدنيا مريشه معاك تطلع على كوسكو وتجيب الفريش اللي انت شفته، هتدفع بتاع $6-7 زياده. يا جدعان انا مش مصدق ان بدي نصايح لستات البيوت يعملوا ايه لما يجوا هنا يشتروا ايه ويقارنوا. انا ما اعرفش، انا امي هتفرح بالفيديو ده جدا جدا جدا، لان انا ريحتها كده ووريتها الاسعار كده وفهمت شويه حاجات كده، هي فاهمه، ولكن برضو ايه حسيت ان انا ساعدتها. بصوا من الاخر كده انا هقلب القناه دي اسمها يوميات عمر ايمن، وننزل بقى نلف في السوبر ماركتات، او هعمل قناه ثانيه تبقى مختصه بس لستات البيوت يقعدوا يتفرجوا عليها وانا بتسوق، وممكن اعمل لهم بقى طبخ والكلام ده كله. فالمهم نكمل يلا بينا. بالنسبه للجمبري فهو نفس البولت، لان برضو هنا كان مجمد وفريش، ولكن اللي في وول مارت كان 2 باوند كانوا عاملين $13 حاجه زي كده. اما بالنسبه للجمبري بتاع كوسكو فكان عامل ازيد حاجه بسيطه بالنسبه للحجم، كان عامل 2 باوند 40 حاجه زي كده، كان ازيد سنه من ال 2 باوند بتوع وول مارت، ولكن السعر كان عامل 26. ولكن برضه هتحط في الاعتبار ان ده مجمد وده مش مجمد. فنفس الموضوع بالنسبه للبولتي، معاك فلوس وعايز تاكل حاجه فريش هاتها من كوسكو، معاك فلوس خالص وعايز تجيب حاجه مجمده فتروح لوول مارت تجيب المجمد. بس كده شفنا ايه الدنيا وايه الكلام. حاسس ان الفيديو مش مترتب قوي، ولكن على قد ما اقدر يا رب يا رب يا رب يطلع مترتب كده وتبقى فاهم الدنيا معايا. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه لو عجبك المحتوى بتاعي بشكل عام، وكمان قول لي في الكومنتس اي فكره تيجي في دماغك. ويا جماعه والله انا ما بردش على الكومنتات، لان لو قعدت ارد على كل كومنت ده هياخد من وقت كتير، فبستغل الوقت اللي انا ارد فيه في الكومنت ان انا اكتب سكريبت او اكتب حاجه للفيديو. وكمان انا مش بعمل اليوتيوب بس في حياتي، انا في حاجات تانية كتير بعملها في حياتي واليوتيوب جزء منها، فبحاول على قد ما اقدر ندي كل حاجه وقتها وانظم كل حاجه بشكل معين انها تطلع بشكل لطيف. ولكن تاكد ان الكومنت بتاعك قسما بالله كل الكومنتات اللي بتجي لي بقراها كلها، وساعات بستفاد وبتجي لي افكار وبتجي لي حاجات منها، والله مش كلام، انا سبب من الاسباب ان انا مكمل فيديوهات اصلا مش زهقت او مثلا ما بطلت والكلام ده كله، ان انا بفرح بالكومنتات اللي بتقعد تجي لي. فبجد بجد يعني دي حاجه تشرفني وعلى دماغي من فوق، وتاكد ان كل كومنت انا بقراه. وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم.